السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في جرايم بتصدمك وفي جرايم بتخليك تقف قدام الشاشة مش مستوعب اللي بيحصل. والحقيقة احنا قدام جريمة قتل بتهز كل قلوب أهل اسكندرية، مش بس بسبب بشاعة الحدث ولكن بسبب إن الجاني والمجني عليه حسب ما تم وورد في التحقيقات إنهم من بيت واحد، المكان اللي المفروض يكون فيه عنوان للأمل والرحمة. ازاي يجي علينا يوم ويبقى الابن او الابنة هم اللي متهمين في قضية قتل الاب او الام؟ ازاي العلاقات اللي ربنا وصفها بانها اعظم العلاقات الانسانية توصل للنقطة دي؟ وايه اللي ممكن يحصل داخل النفس البشرية او داخل الانسان او داخل الاسرة يخلي الامور توصل لمأساة بالبشاعة دي؟ خليني اقولك ان القضية اثارت جدل كبير في الشارع السكندري، واثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لان الناس مش قدام مجرد خبر جريمة قتل، الناس قدام أسئلة كتيرة جدا عن الأسرة وعن التربية وعن الضغوط النفسية والاجتماعية اللي ممكن يمر بيها أي شخص للأسف. وخليني أقولك إن الجدل زاد أكتر بسبب ما تم تداوله عن المهزأة اللي قدامكم دي وعن دورها الحساس للأسف في قضايا المرأة والأسرة، وده جعل عند الناس أسئلة كتيرة جدا ومهمة جدا. هل يعقل إن الشخص اللي بيمس أو بيشارك في مناقشة قضايا الأسرة والمجتمع يكون بالشكل ده، أو بمعنى أصح يكون غير سوي نفسيا؟ وهل اختيار الأشخاص اللي ليهم دور كبير جدا في ملفات حساسة زي ملف الأسرة والمجتمع، هل يجوز يا سادة إنه يبقى غير سوي نفسيا؟ خليني أقولك، قوانين الأسرة مش مجرد نصوص مكتوبة على ورق، دي قوانين فعلية بتخش كل بيت وليها تأثير كبير جدا على ملايين الناس، سواء بقى رجالة أو ستات أو حتى أطفال. لكن في نفس الوقت خلينا نكون واضحين إن بالتأكيد التحريات اللي بتجرى مع المتهمة حاليا هي اللي هتكشف الحقيقة، وإن القضاء هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يجوز إصدار حكم نهائي إلا بعد التحقيقات والإجراءات القانونية وصدور الحكم النهائي. وإن شاء الله نتمنى كلنا إن هو يكون حكم بالإعدام. لكن خليني أقولك، القضية دي لازم تخلينا نفكر بشكل أعمق. هل إحنا محتاجين نهتم فعلا بالصحة النفسية داخل الأسرة؟ هل إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نعيد النظر في اكتشاف المشاكل قبل ما تتحول لكوارث؟ وهل فعلا المجتمع أصبح بيتعامل مع الخلافات الأسرية بشكل كافي وبجدية ولا لأ للأسف؟ وفي النهاية خليني أقولك إن كل ورا جريمة قصة، وورا كل خبر مأساة إنسانية، والهدف من مناقشة القضايا مش التشهير أو إصدار الأحكام، لكن بنحاول نفهم ونستوعب ونمنع انتشار جرائم القتل بالشكل ده. وحابب تشاركني رأيك في التعليقات. هل القضايا اللي بالشكل ده بتكشف أزمات ومشاكل كتيرة في المجتمع؟ وهل محتاجين فعلا لمراجعة أكبر لطريقة التعامل مع القضايا الحساسة اللي بتمس الناس ولا لأ؟ مستني رأيكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.